السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا حاسس حالي من اطفال الحجارة بهذا. بس ما جبت قناع، وطبعا راح اعملكم فيديو، يعني ما فيني ما اعملكم فيديو، بتعرفوا انا عم ضحي مشانكم رغم انه عم بختنق لبين ما اعمل الفيديو. المهم اخر فترة انا شفتوني حكيت اكثر من مرة انه لا بقى تطالعوا المشاهير ويعملوا بودكاست ويقعدوا يشرحوا لكم عن حياتكم، وكيف انت فيك تصير انسان ناجح في حياتك، وكيف انت لازم تطمح بحياتك، وكيف انت لازم تكوني انثى قوية، وكيف انت لازم تكوني انثى عندك اصرار. ويطلع واحد من الشباب ويحكي لك كيف هو بلش من الصفر وكان ينام بالسيارة، بعد ما ينام بالسيارة معلم صار مليون. برو خلاص انت صار معك مصاري من وراء الرقص على التيك توك. كيمياء الكل بنعرفها، بس في اشخاص عندهم مبدأ وما بيعملوا هي الامور. ما في داعي تقعد تعملنا حركات هي شغلات الهيرو البطل المعلم اللي بلش من الصفر بعدين بلش يطوى. باتمان انت، سام انت، اكيد لا. لهيك عم بفتل هيك بين السوشيال ميديا معلم، عم بفتل على الانستا ولا بشوف فيديو. اول فيديو بيروح صيامي طبعا، بعدها بيطلع لي شخص بيفتي لي كيف انا فيني صوم على التوقيت السوري وانا باوروبا. سبحان الله. خلينا نشوف الفيديو للانسي، شو كان اسمه والله ما بعرف. المهم خلينا نشوف الفيديو تبعه. يا حتة سكرة ولك دي عايزينه بمسطرة، لكن دمك خفيف ودعك منورة، رمضان عايزك لطيف ما كفاية زنقرة. دوري اللي مقدر جديد انت كسيت من هيدا لسان عيوني. يعني هلأ انت لو من دين غير انا بقلك عادي، بس انت مسلمي، يعني بعرفك مسلمي. عيوني بتعرفي انه انت فطرتين على فكرة. اليوم انا فطرت من ورا غيمك لما طلع لي الفيديو تبعك. انت بتعرفه ولا ما بتعرفي؟ هاي في عندي اكثر من سالفة انه انت طالع اعلان لرمضان، طالع اعلان لرمضان وما في اي ما في اي شيء يعني بيشبه رمضان صراحة. ما الفيديو تبعك ما بيمثل ابدا اي رمضان. يعني طالعة بلباس رقاصة او رايحة على العرس صراحة. يعني اوكي، يعني هذا اللبس انت بتلبسيه لما بدك تروحي على حفلة، مو بدك تصوري اعلان. عرفنا انه عم تعملي رياضة وعم تعملي جسم، يعني عم تعملي جسمك، عم تنحتي انه مشان تبيني انه اوه جسمك بيرفكت. بس انت طولك 150 وعندك كرش. عندك كرش، ايه عندك كرش، يعني ما عم تلعب رياضة مني. يعني شكلك كتير بخري. استغفر الله العظيم. شكلك كتير بقرف على فكرة. يعني شكلك لا للسيف ولا للضيف ولا لغدرات الزمن. يعني حتى ما بيغري. يعني انا لما بشوفه ما بيغريني. ما بعرف، يمكن لهيك ما فسد صيام، لانه شكلك عن جد ما بيغري. يعني ما بعرف كيف هذا معمود مغري فيك. شكلك مو مغري تمام. شكلك ابدا مو مغري، شكلك كتير بشع. لهيك ذنوب على الفاضي. يعني لهيك مشان الله حل عنا برمضان وخلي صيامنا تمام. طبعا ننتقل من بيسان 150 سنتيمتر مكرش تمام لا وحدي جابت العيد يا دخيل ربها لبيسان على عبرتها. على القليل بيسان ما عم تسولي، هذيك قاعده عم تخبص بالدين. هلا شوفوها والله نسيت اسمها، ما بعرفها، قال مشهوره ما بعرف. لما انا كنت بالسويد صمت بتذكر برمضان على توقيت السويد 5 ايام. كنت صوم من الثنتين لل 11، يعني تقريبا 20 ساعة. بعدين بعد يعني خلص انا صرت بدي اختفي، بطل فيني حيل، ما عاد فيني قدرة، فصرنا نصوم على انه توقيت السعودية تقريبا هيك بيعملوه. بس على فكره يعني احسن بس انه قصه يعني حتى مامتي عندها ماما انه معها مرض التهاب اذن وسطى، فلما كانت تصوم على توقيت السويد وظلت مصره انه لا على توقيت السويد ما بدي هذا يفتي هيك وهذا يقول هيك، لا بالاخير رحنا على الدكتور وقال انه ما فيك، ما بتقدري، فصرنا نصوم على توقيت السعوديه. صراحة بعد هذا الفيديو أنا بدي أطلع عن كل الأخلاق والمبادئ التي تربيت عليها والذي عشت عليها والذين أنتم تعلمتم مني هذه الأخلاق الكريمة ورأيتموها مني. يعني بتعرفوا أنه أخلاقي عالي وكذا وما بغلط وهذا، بس دن لقد كفر ابن وانا عادي. انا من هذا الفيديو انا يعني متبرع بنص حسناتي تبع رمضان، بدي اروحهم على هذا الفيديو عادي. انت اولاد شرم صراحة. يعني انت اولاد قاف حبي. شو هالتخبيص؟ قال لا هذيك ها هي. قال هي قاعدة هي جنبها هي لانا ولين مدري شو. قال ايه نظام كلام صح ما فيك تسوي ما فيك تسوي. تقريبا هيك بيعملوه. بس على فكره يعني احسن دين امك هو دين الخلفك هو الدين هيك. يعني الدين ما في بتاخذيه لا كل هيك قطعة وحدة باكج، لا بتاخذيه للباكج كله لا بتتركي الباكج كلياته. عن الاسلام الوسطي الجميل. وفي اسلام وسطي جميل يا ابني، الاسلام اسلام يا اخي. ان انقصت منه شيئا
صرت كافرا يا ابني. اما تخترعي دين على كيف امك، فعلا هذا اجى علي المثل، دين على كيف امك ما بتزبط. كيف تصومي على السعودي؟ انت شوفوا، مع انه هي سورية يعني. ما قالت سورية، قالت السعودية، يعني حتى بهي بدها تحلب السعودية، حتى بهي السالفة بدها تحلب المتابعين السعوديين. ما قالت سوريا، قالت بالسعودية. ايش دخل السعودية؟ طيب تركيا اقرب لك، تركيا اقرب لك. وكنا نفطر، انا لما كنت بتركيا على كلامك كنا نفطر الساعة 8، يعني في فرق شي 6 ساعات 4 ساعات. ليش ما افطرت على ما بتزبط، ما فينا نحلب مشاهدين من تركيا. نعم نديفك شي وملعوني. ولا هدول الهضان صعب تصوم في رمضان أكثر من 20 ساعة. نام صعب. أنت وجاهكم وجاه وحدة بتصوم يا زلمة. لا تخليني أغلط بالكلام. أنتوا شقفة رقاصات. صيام شو؟ جايين تضحكوا على أمي ولا على مين عم تضحكوا؟ على الله مو شايفكم يعني عم تضحكوا على أمي. أنتوا وجهكم وجه الصيام. أنتوا طول الشهر معزورين. ما بدي أحكي. عرفتوا كيف؟ هسا هداك داخله وشم هوني ما فيك، ما بتقدري. شكل الجي. قال ايه والله صعب. شفتر على امي يا زلمه. انت وجهك وجه الصيام. خلص يا اخي ما منصوم. انتهت القضيه. ايزي والله العظيم ايزي عادي. نحن جماعه ما منصوم. انتهت القضيه. صعبه؟ ما هي صعبه اخي، بعمرنا ما منصوم نحن وانتهت القضيه. ما في حدا راح يمنعك. ما انت على كل حالات رقاصه يعني. ما في حدا يفتش وراكي. عيب بالدين لا تلعبوا. تمسخروا وهايطوا. اختنقت يا الله. المهم هايطوا بكل شيء، بس والله لا تهايطوا بالدين. يعني اغلب اللي بيتابعوني بيعرفوني انا بقول لهم لا تدخلون لا بالدين ولا بالهاد. انا ما بفهم بس ما بخبص. هي البودكاستات قال بيجوا معلم بيجيبوا لك واحد بيجوا بيسالوه ما رايك في القائد احمد الشرع، ما رأيك في الدين الإسلامي؟ والله بشوف الدين الإسلامي هو كويس خوية، بس لو في يعني في كم شغلة هيك معقدة لو يشيلون لنا إياها يعملون لنا تحديث للقرآن. جوا ما رأيك بالمسيحية؟ والله هلق أنا شايف المسيحية حلوة، بس في كم شغلة إذا بحدثون. مين أنت؟ مين القسيس فرانسيس؟ مين الشيخ عثمان الخميس؟ مين أنت القاعدة؟ وليش عم يسألوها؟ كسر الديوان. ازعجنا كتير الفيديو. دبقت خبصه بالدين. ما لك علاقه بالدين وانت هاي هدن انت جايبتيهم معك بس مشان ايه نحن كنا نصوم هيك. قطع عمركم شو زنخين. كتير بشعين والله كتير بشعين. رقاصات خليكم بالرقص وخلوا البودكاست عن المهنة اللي انتم متهنينها وانتهت القضية. ايزي بيزا بيعرف انجليزي. هذا كان الفيديو لليوم لانه ما عاد فيني اكمل ضاق صدري. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم انتم. لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك ولايك. شو رايكم على الموضوع؟ هل هن عم يخبصوا بالدين ولازم ما يخبصوا او عادي يعني لازم يعطوا رايهم؟ رغم انه صيامهم فاشل يعني مو نظامي مو غير مقبول ابدا. انا بفتيها من عندي غير مقبول اصلا ما بصوموا.